ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا يا شباب، كلنا دلوقتي محتارين في التشكيلة. كل شوية نختار لاعب نرجع نبدله. يعني تبص تلاقي الواحد فينا اختار خلاص التشكيلة تمام. يعني يقعد في التشكيلة نص ساعة بل ما يختار الدفاع ويختار خط الوسط ويختار المهاجمين. بياخد له في الموضوع ده حوالي ساعة بالظبط، واحيانا بتزيد عن ساعة علشان يختار تشكيلة. بيحط محمد صلاح. يجي بعد كده يبص لشكل التشكيلة. طب ما انا حطيت محمد صلاح بس مش حاطط لا ساكا ولا بالمر. فين هما؟ لا التشكيلة دي مش نافعة. احنا احسن حاجة، لا طب نشيل محمد صلاح. نشيل محمد صلاح نبص نلاقي حطينا ساكا وبالمر وايزاك كمان او واتكنز وظبطنا الدنيا شوية. بس برضه نحس ان التشكيلة برضه مش ظابطة. الدفاع مش كويس ومحمد صلاح مش في التشكيلة ولا هالاند. دي مصيبة كبيرة. ازاي هنلعب بطولة زي دي ومحمد صلاح الراجل الموسم اللي فات لوحده كان جايب قد اتنين لعيبة؟ يعني محمد صلاح الموسم اللي فات نهى الموسم على 344 نقطة. أقرب المنافسين ليه كان اللي هو مين؟ كان موبويمو 236 نقطة. الفرق بين صلاح وموبويمو يعني 236 من 344 يعني 108 نقطة. ده كمان في لاعب. يعني لما تبص تلاقي إحصائيات محمد صلاح ده فيه لعيبة اتنين مدافعين لو حطيتهم على بعض. يعني انت لما تحسب نقاط عندك اكتر اتنين مدافعين طبعا جفارديول الراجل جاب 153 نقطة. بعديها على طول تقريبا ارنولد جاب 148 نقطة. لما بتحسب الاثنين على بعض عاملين 301 نقطة. يعني اتنين مدافعين لو لعبوا معاك طول السنة محمد صلاح لوحده متفوق عليهم هما الاثنين. فتبص تلاقي تقول لك لا يا عم ما ينفعش ابدا التشكيلة وما فيهاش محمد صلاح. محمد صلاح زي ما انتم عارفين الراجل يعني الموسم اللي فات طول الموسم 13 نقطة 14 نقطة. الراجل هدف مع اسيست، هدفين اتنين اسيست طول الموسم كده. ومش هيفرق كتير الموسم ده كمان، بالعكس ده الموسم ده بيجي معاه. يعني جابوا له فيرتز، يعني مدعمين الفريق بصفقات كويسة ولسه في صفقات تانية. ليفربول مش هينهي الموسم كده. كمان جايبين له اتنين مدافعين كيركز، جايبين له فريمبونج. سامعين اتيكيتي راس الحربة المميز اللي كان في باريس وبيقولوا عليه كويس. سامعين يعني في مناوشات على واحد زي مثلا لعيبه كتيره لعيبه كتيره جويه في خط الدفاع عايزين ياخدوه معاه ليفربول. يعني فمحمد صلاح طيب ما انا ما ينفعش ما اشيل، يعني اشيل واحد زي محمد صلاح من التشكيله. ترجع تاني بعد ما تختار تشكيله وتشيل منها محمد صلاح تحس ان التشكيله مش نافعه. لا لازم ادخل محمد صلاح. طيب يا عم دخل محمد صلاح. تبص تلاقي نفسك حطيت محمد صلاح اضطريت تشيل بالمر. ما شلت البالمر تشيل ساكا وتشيل اتنين لعيبه ثلاثه لعيبه حلوين. واحنا اساسا طماعين. طماعين ليه؟ طماعين لان احنا بصراحه كده من الاخر احنا عايزين صلاح معانا في التشكيله، عايزين بالمر معانا في التشكيله، عايزين ساكا معانا في التشكيله، عايزين برونو فرنانديز معانا في التشكيله، عايزين موجيبو معانا في التشكيله، عايزين بوين في التشكيله، عايزين واتكنز، عايزين بالاخر كده عشان اللعبه دي تظبط معانا يا شباب. احنا عايزين حوالي يعني 300 لاعب من الفانتزي نحطهم في التشكيله بتاعتنا عشان احنا نبقى مقتنعين ان احنا كده عملنا تشكيله مميزه. ما ينفعش ادخل التشكيله من غير هالاند ولا مرموش ولا دي بروين ولا واتكنز ولا ايزاك ولا روجرز ولا صلاح ولا فودن ولا مش عارف مين. عايزين كل اللعيبه معانا في التشكيله. طب دي نعملها ازاي؟ دي ملهاش حل يا شباب. مفيش حاجه اسمها الكلام ده ان انت تحط كل اللعيبه دي في تشكيله واحده. الواقع يا شباب يقول انت لازم تضحي بحاجه. مش هتقدر تحط كل حاجة أو تاخد كل حاجة من الآخر كده. لازم حاجة قصادها حاجة. طيب يا عم مفيش مشكلة. طب أنا راجل دلوقتي عايز أختار تشكيلة كويسة ومش مشكلة هضحي. من وجهة نظرك إيه التشكيلة المميزة؟ صلوا على النبي يا شباب عليه الصلاة والسلام. التشكيلة المميزة بالنسبة لي أنا اللي هم ال 15 لاعب اللي هم يكونوا هيعملوا حاجة. يعني أنت تدور على 15 لاعب أنت من جواك مقتنع إنهم يعملوا حاجة. اهم حاجه يكونوا 15 يعملوا. طب مين اللي هيعملوا؟ انت على فكره كل اللعيبه هتعمل يا شباب. كل اللعيبه هتعمل. مفيش لعيب لوحده، بس هي المشكله مين هيعمل اكتر من مين. يعني عندك مثلا بالمر. يعني انت عايز تقنعني ان بالمر هيلعب 38 جوله من غير ما يحرز يعني بتاع 10 12 13 هدف؟ عايز تقنعني ان صلاح هيلعب البطوله من غير 13 14 هدف؟ هالاند من غير برضه نفس القيمه، ايزاك، واتكنز،
ساكا، ممكن برونو فرنانديز، ممكن مبويمو، ممكن كونيا. آه، بالظبط حوالي لا يقل عن نقول 90 او 95 لاعب هيحرزوا اهداف. في منهم هتلاقي حوالي 20 واحد هيحرزوا اهداف بكثافه. طبعا انت عشان تقول اخد ال 20 دول، طب ما انت مش هتقدر تاخد ال 20، حتى ال 15 انت مش هتقدر تحصل عليهم، لان ال 15 دول اسعارهم غاليه. يعني ال 15 اللي يحرزوا اهداف: هالاند ب 14 مليون، صلاح ب 14 ونص، طيب ادي اتنين ب 28 مليون. طيب واتكنز هيجيب اهداف، ايزاك، لعيبه كتيره وكلها لعيبه غاليه. اذا يا شباب انت لما تيجي تختار، انا عايزك تختار بناء على ان انت تاخد مجموعه، يعني ايه؟ ان ال 15 واحد هيعملوا حاجه. هتقول لي ما انت لسه بتقول مستحيل تاخد ال 15 واحد، هتجيب منين مثلا فلوس انك تشتري ايزاك مع صلاح مع بالمر مع ساكا مع مبويم ومع الناس دي كلها؟ لا انا ما قلتش كده. انا قلت في 15، مش لازم ال 15 اللي هم غاليين يعملوا. على فكره في 15 يعني سعرهم معقول برضو ممكن يعملوا. طب ازاي؟ فين هم ال 15 اللي ممكن يعملوا؟ شوف يا شباب، انت عندك واحد زي اودوجي اللي هو مدافع توتنهام. الراجل ده يا شباب سعره 4.5 مليون. الراجل ده يا شباب إحصائياته كانت فوق الممتازة الموسم اللي فات قبل الإصابة، والموسم اللي قبليه. الراجل بنشوفه يعني بيزيد دايما، موجود جوه الصندوق، يعتبر من أكتر المدافعين اللي بنشوفه جوه الصندوق. الراجل ده ما شاء الله عنده القدرة على صناعة الأهداف، عنده المقدرة على إحراز الأهداف، عنده المهارة في المهارة الدفاعية، المهارة الهجومية. الراجل بصراحة مدافع متكامل. وبصراحة حظنا حلو ان هو بيلعب لسه مع توتنهام، وان الراجل اساسي من ضمن الفريق هيلعب ال90 دقيقة. وبالظبط زيه زي بيدرو بورو، بيدرو بورو هيلعب ناحية اليمين، ودوجي هيلعب ناحية الشمال، والاتنين احسن من بعض. على فكرة ادوجي سعره 4.5، بيدرو بورو 5.5. اللي يخليني اروح لبيدرو بورو اللي ب5.5، لا انا اروح لادوجي اب 4.5 احسن. هيريحني في الميزانية لما اجي اختار في شوية ايه المهاجمين. يبقى شباب عندنا مدافع زي أدوجي، يعني ما ينفعش ان انت يعني ايه يعني تشيل عينك من عليه. لا خليه معاك في التشكيله. الراجل ده هيديك حلول هجوميه كتيره، هيخليك يعني لما تطلع لقدام بعد ما تخلص من حته المدافعين، لما تختار حارس المرمى وتختار المدافعين، تيجي طالع لخط الوسط والهجوم، هتلاقي فيه اريحيه. لان المليون، يعني انت عشان تشتري مدافع بريميوم زي ما بيقولوا، يا اما ب6 مليون، يا اما ب5.5، يا اما اقل شيء ب5. ب5 ما فيش يعني مدافعين على المستوى. يعني لو هتاخد مدافع يبقى ب5.5 او 6. طيب اللي خلينا ادفع 6 مليون و5.5 في مدافع، في فرق 1.5 مليون ولا مليون، لما اوفرهم في المدافع وهيديني نفس القدرات ونفس الامكانيات. يعني انا شايف ادوجي يا شباب، انتوا عارفين واتفرجتوا عليه كتير. يعني انا شايف انه لاعب زي ادوجي ده يعني مميز. زي ما قلت لك هيديك المردود اللي هيديه لك واحد زي مثلا مين، زي آية نوري. هيديك نفس المردود بتاع جفارديولا، هيديك نفس المردود بتاع بيدرو بورو، هيديك نفس مردود مدافعين ارسنال، هيديك نفس مدافعين ليفربول. توتنهام السنه دي اتحسنت، عشان كده لا، انا ليه اروح اتعب نفسي واقعد يعني تحط نفسك في حيره كبيره في حته اللي هم الثلاثه المدافعين اللي ورا اللي انت تلعب بيهم اساسي. هو المفروض يا شباب احنا عندنا 5 مدافعين، لكن شوف انت لازم تمتلك 4 كويسين، والخامس ده يعني انا شايف من وجهة نظري ان المدافع الخامس يكون ب4 مليون. في مدافع كويس على فكرة ب4 مليون وبيلعب ال90 دقيقة واساسي، وهيبقى عنده 3 4 مباريات سهلة في الموسم ممكن نستفيد بيه. لكن انا شايف عشان كده 4 مدافعين يكونوا يعني سعرهم كويس، المدافع الخامس يكون من فئة ال4 مليون، وهقول لكم على اسمه بعدين. انما المدافع اللي هو ادوجي ده ب 4.5، زي ما قلت لك هيديك حلول كتيره لما تروح لحته خط النص. طيب مين تاني غير ادوجي؟ عندك وان بيساكا. وان بيساكا سعره 4.5، مدافع مميز بيلعب في وست هام، عنده اول بدايه المباريات سهله، بدايه الجدول في اول 5 مباريات سهل. الراجل برضو شفناه الموسم اللي فات كان ما شاء الله من اللعيبه اللي بتاخد بونص على طول، بتصنع اهداف، بتحرز اهداف، عارفينه من ايام ما كان بيلعب في مانشستر. اذا ادي عندنا التاني مدافع ب4.5 مليون. يبقى عندنا ادوجي معاك في خط الدفاع، عندنا
وان بيساكا. عندنا المدافع الثالث جويهي اللي هو مدافع كريستال بالاس اللي مرشح بقوه انه يروح ليفربول. الراجل ده لو فضل في مكانه كريستال بالاس مش مشكله، على سعر 4.5 بيلعب كل المباريات. خطه اللعب او المميزات اللي حطوها في المدافع في الفتره الاخيره، حته النقطتين الزياده دي هتفرق مع مدافع زي جويهي بالذات لانه بيتميز في الحته دي. غير كده جويهي في مباريات كتير هيطلع كلين شيت، جويهي مباريات كتيره بيحرز فيها اهداف، هيديك نفس مردود اللعيبه اللي هناك. اذا لما انت 4.5 في 3 لعيبه يوفروا لك بالظبط حوالي 3 مليون في المدافعين، انك كنت تجيب مدافعين ب5.5 ب6، ال 3 مليون دول هتفرق معاك شويه. بس لما نروح لخط النص شوف هتديك اريحيه ازاي. بعد كده يا شباب الثلاثه المدافعين كمان جويه لو راح ليفربول وانت لسه معاك وتكون خاطفه ب4.5 هتبقى سرقه الموسم. مدافع ب4.5 بيلعب في ليفربول، بيلعب اساسي 90 دقيقه، مميز في ضربات الراس، مميز في كل شيء، وارد يحرز اهداف اكتر. هتبص تلاقي ان صفقه جويه دي استفدت منها 100%. طيب المدافع اللي بعد كده اللي معانا اللي هيكون معاك ب4 اللي هو مدافع تقريبا اسمه ستيفي، ده بيلعب في فريق بيرلي، الراجل بيلعب اساسي بيلعب ال 90 دقيقه، انت كده كده هنخليه على دكه الاحتياط سواء هو او غيره. كده كده انت في ناس هتقعد على دكه الاحتياط لان مفيش حد بيلعب، كل الناس بتلعب ب3 مدافعين، مفيش حد بيلعب ب4 مدافعين وب5 مدافعين. 4 مدافعين دي احيانا لو حصلت ظروف معينه بتجبرنا ان مفيش لعيبه او عندنا اصابات فبنضطر نلعب ب4 مدافعين، لكن 90% طول الموسم المباريات 3-5-2، اذا انا محتاج 3 مدافعين مميزين. انت كده كده هتمتلك 4. الخامس هيكون من فئه ال4 مليون لانك كده كده هتخليه على الدكه. طيب مين بقى معانا في خط الوسط؟ خط الوسط يا شباب فيه 2 لعيبه بسعر مميز ما ينفعش ان هم ما يكونوش معاك. اول لاعب معانا موبيمو اللي راح لمانشستر يونايتد، وتاني ولاعب معاه كونيا برضه مانشستر يونايتد، اصبحوا الاثنين في فريق واحد. احنا كنا بنخاف من كونيا لوحده لما كان بيلعب في مين؟ في ولفرهامبتون، ما كناش بنقدر عليه، الراجل ده كان بيتعبنا وكان ماكينة اهداف. كنا بنقلق من موبويمو لما كان بيلعب مع برنتفورد لوحده، كان برضه دايما عامل لنا مشاكل. طول ما موبويمو مش معانا دايما الراجل ده بيسبب لنا ازمه وبيكرهنا في الفانتزي. تبص تلاقي ان انت ما شاء الله اللعبه ماشيه تمام ومفيش مشاكل وماشي زيك زي الناس اللي موجوده على الساحه، وتبص تلاقي ناس عندها موبيب وجايب لك 16 نقطه و18 نقطه و20 نقطه، الراجل بيحرز هدف ويعمل اسيست ويحرز هدفين ويعمل اسيستين، ما نعرفش نعمل له كونيا نفس الكلام. طب فما بالك لما كونيا وموبيم والاثنين راحوا في فريق واحد؟ ما احنا ما كناش قادرين على واحد وهو في فريق، دلوقتي الاثنين اتجمعوا. فلما هم كانوا كل واحد في فريق كانوا بيسببوا لنا المشاكل دول، لما بيبقوا الاثنين في فريق واحد هنسيبهم؟ لا طبعا. يبقى عندك موبيمو ب 8 مليون، كونيا ب 8 مليون، 2 لعيبه من فئه ال 8 مليون بيلعبوا في مانشستر يونايتد، لعيبه مميزه، لعيبه لها تقل، لعيبه عارفينها من زمان. اذا من غير ما تفكر ومن غير ما تتعب نفسك، موبيمو كونيا الاثنين معاك، وتاكد زي ما قلت لك قبل كده 90% من اهداف مانشستر يونايتد الفتره اللي جايه هيتسبب فيها موبيمو وكونيا، هيحرزوا اهداف كتير، هيجيبوا نقاط كتير، هيكونوا ماكينه اهداف ويكونوا ماكينه نقاط في الفانتسي الموسم ده. عشان كده موبيمو وكونيا هم شروه واحده، لا ينفع تقول لي طب اختار موبيمو ولا اخد كونيا، لا، هم الاثنين بفئه 8 مليون سعرهم مريح، هيحلوا لك مشاكل. انا شايف انهم لا يقلوا اهميه عن ساكا او بالمر. عشان كده يا شباب حط هناك على الاثنين دول، خليهم اول اختيار اثنين معاك. وطالما خدت موبيمو وكونيا معاك في خط الوسط وعندك 3 زي اودوجو والناس اللي قلت لك عليها ب4.5، دي اديتك اريحيه انك تجيب واحد زي محمد صلاح مع موبيمو وكونيا. يبقى اذا خط الوسط بتاعك عندك موبيمو، كونيا، محمد صلاح. ال3 دول يا شباب لازم يكونوا معاك في تشكيلتك. طيب طالما انا اديت اريحيه في الدفاع ووفرت في الفلوس واديت اريحيه في الاثنين من فئه 8 مليون في خط الوسط، جبت محمد صلاح. على فكره محمد صلاح كمان تقدر تخطف معاه كمان واحد من فئه ال6 مليون، 6.5 مليون اللي هو قدوس. قدوس يا شباب يعني ما تقنعنيش ان فريق زي توتنهام هيدفع المبلغ الخرافي في لعيب زي محمد قدوس بالامكانيات دي وهيجيبه عشان يقعدوا دكه. لا، محمد قدوس اساسي في توتنهام كل المباريات، الراجل ممكن يغير اخر ربع ساعه اخر 10 دقائق اذا اضطرت ظروفه، ممكن ما يغيرش، لكن محمد قدوس اساسي. محمد قدوس كلنا عارفينه من ايام ما كان في ويست هام، الراجل طبعا كان ماكينه اهداف. عشان كده لا، محمد قدوس لازم يكون معاك اساسي في تشكيلتك. طبعا زي ما قلنا يبقى عندك موبيمو، كونيا، قدوس، كمان زي ما قلنا اللاعب الرابع محمد صلاح. ودي هتديك اريحيه انك تقدر لو عايز يا عم تجيب ساكا بالمر تقدر،
هتقلل شويه في ايه، في خط الهجوم. مش هتقلل في خط الهجوم انك هتجيب لعيبه ميته، لا مفيش الكلام ده. بالعكس انت هيكون عندك 3 مهاجمين من فئه ال7.5 مليون، 7.5 6 مليون. زي مين؟ زي مثلا جواو بيدرو. جواو بيدرو كلنا عارفين الموسم ده هيكون من افضل المهاجمين ومن احسن اللعيبه اللي هنعتمد عليها الموسم ده. هيكون معاك مع جواو بيدرو هيكون معاك بوين اللي عنده اول مباراتين ثلاثه سهله على ارضه وسط جمهوره، وهو الراجل هداف والراجل بيلعب راس حربه. يعني هتجيب جواو بيدرو، هتجيب بوين وكلنا عارفين بوين من اللعيبه المميزه. هتجيب معاه واتكنز. يعني الميزه دي ان واتكنز كمان هيكون معاك في التشكيل. هيكون معاك موبيمو، كونيا، صلاح، قدوس. ممكن عايز تجيب ساكا هات، عايز تجيب بالمر هات. لو مش عايز تجيب ساكا ممكن تجيب واتكنز في الهجوم. لو مش عايز واتكنز تقدر تجيب ايزاك، دي حاجه ترجع لراحتك. يعني انا عن نفسي بفضل واتكنز عن ايزاك. في ناس تاني شايفه ان ايزاك افضل، ماشي مش مشكله، خد ايزاك مش ضروري واتكنز. في ناس تاني ممكن تقول لك لا طب يا عم انا هجيب واتكنز وايزاك مع صلاح، مع موبيمو وكونيا وساكا او بالمر، بحيث ان انا هاجي في يعني هخطف لي واحد زي بيتو ب5.5 مليون في الهجوم. ما انا قلت لك الفلوس اللي انت دفعتها في المدافعين بسعر يعني هين شويه، ولاعيبه خط الوسط اللي هم موبيم وكونيا وقدوس الثلاثه اللي هم بفئه يعني 8 مليون و6 مليون، هيديك اريحيه في بقيه التشكيله انك تقدر تشتري اللعيبه اللي انت عايزها. ما تبص اصل انت ما تقنعنيش ان انت عايز تشتري كل لعيب، ما حدش هيشتري كل لعيب، ما استحاله. انت اهم حاجه تفكر مين اللعيبه اللي هتجيب نقاط. طبعا لا خلاف عن صلاح. ما تقوليش ان صلاح هيقعد الموسم كله مش هيجيب نقاط، ما تقوليش ان كونيا هيقعد الموسم كله مش هيجيب نقاط، ما تقنعنيش ان مويما هيقعد الموسم كله مش هيجيب نقاط. بوين، قدوس، واتكنز، ايزاك، بالمر، ساكا، كل الناس دي هتجيب نقاط. فانت من خلال التشكيله اللي انا قلتها لك دي هتلاقي ان في ايه، في حاجه اسمها الاريحيه. الاريحيه في انك هتديك نقاط اسهل ويعني فلوس اسهل. عشان كده يا شباب انا شايف ان انت تهتم بالحاجات دي، تهتم بالتشكيله دي. انت اللي يهمك 15 لعيب قادرين على احراز النقاط، مش 15 لعيب اسماء او ان هي فلوس او هي عافيه، لا 15 لعيب. وطالما انا لقيت ال 15 يعملوا توازن يخلوا لي الهجوم قوي، خط الوسط قوي، الدفاع برضو الى حد ما كويس، هو مش ضعيف، مش ضعيف. كمان انت اساسا تقدر تجيب سردة قوية يعني مع اودوجي اللي هو من توتنهام، وراجل لا يقل عن بودرو بورو، وهتشوف الكلام ده. وان بيساكا من لعيبة مميزة. هتقدر تجيب معاهم فردة كويسة. ممكن تجيب لويس هال لو عايزه، ممكن تجيب فيرمبونج اللي هو بتاع ليفربول، ممكن تجيب ايت نوري، ممكن تجيب جفارديول. التشكيله اللي انا مديها لك دي فيها اريحيه ان في فلوس هتقدر تتحكم في التشكيله زي ما انت عايز. زي ما قلت لك اللي يهمك 15 لعيب يجيبوا لك نقاط، مش 15 لعيب اسماء كده وخلاص. ونتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.